كيكة الشموع الفرنسية من غير فرن ولا الدوشة دي، وأي حد يقدر يقوم يعملها في البيت حتى لو مش بتعرفوا تعملوا أكل، وهتطلع معاكم حدوتة. هنجيب 2 باكت كريم كراميل، نبدأ نخلي الكراميل لوحده ونبدأ نفتح الحلويات دي نحطها في الحلة، وعليها كيس لبن بودر ولتر اللبن وميكس رايق لحد ما كله يكون واحد، ونطلع على النار واحنا بنقلب كده تقليب مستمر حوالي 5 دقايق لحد ما يسخن، مش يغلي، يسخن. أهم من الشغل ظبط الشغل، اول ما يسخن نسيبه على جنب. هنجيب اي نوع بسكوت تكونوا انتوا بتحبوه، نبدا نحطه في كيس ثلاجه او في الكبه، شوفوا الاسهل ليكم واعملوه. في شاكوش نبدا نفرمه كويس ونحطه في بوله وعليه 4 مكعبات من الزبده السايحه وميكس رايق كده لحد ما كله يكون واحد. صينيه تكون بتتفتح من الجنب، نبدا نحط فيها البسكوت وعلى الهادي يا زبادي، ونبدا ندخلها الثلاجه. هناخد بقى الحلويات اللي احنا عملناها دي نحطها في الخلاط وعليها شويه بسكوت وعلبه قشطه، والله الواد حدوته مدلعكم. اضرب ضربه حلوه وهات البسكوت بقى من التلاجة، حط عليها الكريم كراميل، يا لهوي يا دي حدوته على الحلاوه والدلع، والنبي في حلاوه كده، الواد حدوته مدلعكم. على الوش بقى لو لقيت بابلز كده تبدا تشيلها كده بالباجبوري وتطلع ساعتين 3 في التلاجة، هتاكل احلى كيكه سهله وبسيطه واي حد ممكن يقوم يعملها في البيت. هنجيب ورق زبده بقى نبدا نقسمها اتنين، انا عايزك هنا تحس انك فنان، وتبدا تخلي نص بالكاكاو. وعلى فكره انت ممكن تشيل حاجات وتحط حاجات براحتك، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا، الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. احنا عملنا نص بالكاكاو، والنص التاني بقى ناخد الكراميل اللي احنا شلناه على جنب نبدا نفتحه، وعايزك ترسم كده. كل وادعي لي، انا شايف ان هي حلقه سهله وبسيطه واي حد فعلا ممكن يقوم يعملها في البيت. اعمل سيف للحلقه دي عشان في دلع الفتره اللي جايه. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.